اهلا البنات، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد تاع نهار اليوم. كي راكم خواتاتي؟ كي راكم مع الصحه؟ ان شاء الله قاع تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم حبيباتي جيتكم بهذا الفيديو، جيتكم بهذا الروتين ان شاء الله يعجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. هيا على بركه الله نبدو خواتاتي، بسم الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. هيا شوفوا اليوم ما طولتش عليكم المقدمه، ما درتهاش طويله كاع كيما مضاري. بانت لي اليوم بدلها، وزعما خواتاتي بدلتها غير شويه شويه، ماشي كاع بدلتها نيشان. المهم نتوما بدوا لي هذا الفيديو بجام هكا قبل ما ننسى ونكملوا مع بعض هذا الروتين. شوفوا هنايا مع الحشيه، هذا الروتين مسائي، تعرفوني اغلبيه نشارك معكم الروتينات مع الحشيه، كاع النشاط يطيح لي غير مع الحشيه. هنايا شوفوا بديت بهذوك الطابيات كانوا عندي، غسلتهم نقيتهم ووليت نقيت الستيرنا كيما حنا عندنا زوج، وهنا هذه كي خوات قلت انايا نقيها مليح مليح باش من بعد كي يجي الماء نعمرها وهي نقيه. وكيما راكم تشوفوا كان فيها التراب، هي دائما نشوفوا الستيرنا يتحجر فيها داك التراب من التحت، مع اللي هادو الايام شويه الماء خطات هكا يجينا مخروط فيه شغل فيه التراب، وهذاك التراب كاع يرسى من التحت، هو داك الماء يصفى من الفوق باينه هذه، وهذاك التراب يرسى من التحت. انا كي رقبت عليها لقيتها باللي خصني نقيها. المهم انايا نقيتها صفيتها قبل من كاع هذاك الماء اللي كان فيه، هذاك الماء اللي فيه التراب. من بعد ولي درت لها الايزيس والجافيل، حكيتها قبل بالمصلحه، مع اللي حنا دايرين مصلحه سبيسيال غير الستيرنا، كي نبغوا نقوها بهذيك المصلحه. حكيتها مليح، عاوتاني شللتها ونفوت عليها بهذه السربيته. ميم تاني هاد السربيته داسينها نخلوها غير نقو بها الستيرنا وصايب. وهذه هي شوفونا راني نقيتها تاني زدت نشفتها. المهم هكا ساعه ساعه نقوها حنا دائما كيما هكا، خاطر نقيها انا، خاطر تنقيها سلفتي ليسونسيال، واحد هكا ساعه ساعه يتفكرها. سورتو قلت لكم كي يجي هذاك الماء اللي يكون فيه التراب وكاع، ديروا في حسابكم بلي ستيرنا من تحت تولي حاله هايله. شوفوا انا نقيتها من الداخل، قلت تاني نقيها من برا، رانا في شحال ما نقيناهاش من برا. هنايا شوفوا غسلت لها هذيك البلاعه، غسلتها غير بالشيته، نقيتها تاني بالايزيس بالجافيل، حكيتها مليح مليح، قلعت منها كاع هذاك التراب مع اللي تتغبر وكاع راها في الحوش، هذه باينه لك شريح غبره ولا تجي كاع عليها. المهم غسلت هاد البلاعه تاني، وليت غسلتها من الفوق، نقيتها مليح مليح. وشوفوا كيما هذا اليوم بانت لي نقي كلش زعما، وكان صبت كلش نحطها ونعاود نقيه. مالغري كنت هضرت لكم عليها في الفيديو اللي فات، قلت لكم نورمالمون ما نجيبوش كاع الشقه في ضربه واحده، نغسلو ونقو غير في خاطرنا، كل خطره نقو حاجه والوحده منا تستحفظ على صحتها وكاع. بصح الغدوه العكس، كما قال لك نهضر ونهضر، يا انا هضرت هضره يا انا ما طبقتهاش. شوفوا مع الصباح تاني برك ما صورت لكمش، مع الصباح نقيت الكولوار كاع هذاك الفايونس تاع الكولوار، حكيته كاع، شوفوا نقيته غسلته مليح مليح. ومن بعد كيف طرنا وكملنا غسلت المواعين وكاع، بانت لي تاني على الشومبره تاعي كانت عندي واحد الكسوه طبقتها، ميم تاني طبقت هذاك الماري وكاع، على كاش حاجه عاود ستفتها. شوفوا ما فقتش بروحي قيلت عليها حتى اللي حاجه ليا العصر. المهم جا وقت العصر صلينا تقهوينا، جمعت فرش هذاك المسلسل انا وزوجتي، عاود تاني غير نوض بانت لي قلت نقي الستيرنا، نقيت تاني هذوك الطابيات، سيقت الحوش تاني نفضت الحاله. هي وهي رايحه كيما هاك، مانيش عارفه لا كان يروح منا هاد الفيس ولا نقعدوا كيما هكا. والاغلبيه كيما قلت لكم خواتاتي كي يكون عندي ميناج ولا غير بشويه نكملها، ما نكملهاش ضربه واحده. اليوم بانت لي، ومن قلتها لكم في الفيديو اللي فات زعما خواتاتي تخدموا في خاطركم الصحه ودوا على صحتكم وكاع، ماشي قصدي الواحد يغش، كيما واحد المشتركه فهمتها كيما هاك، فهمت باللي هذا الشيء زعما غش وانا نستحفظ على روحي وكاع، وما هو لا غش لا والو. الغش كي ما تنقيش كاع، الغش كي تخلي كاع الحاله موسخه وغادي تغشي غير روحك، ما غاديش تغشي الناس. زعما لا كانت الحاله موسخه ولا هذا الشيء غير ليك، كانت الحاله نقيه ثاني ليك. يعني واحد المشتركه فهمت من الهضره تاعي بلي هذا الشيء غش وهو ماهوش غش. والهضره اللي بغيت نقولها لكم واللي مفهوم تاعها ماشي نيشان، بزاف اللي يفهموا هذا المفهوم كي تكون وحده عايشه هكا في دار العائله وتنقي وكاع، راها تنقي غير باش تردي الناس. لا ما كيش تنقي باش تردي الناس، راكي تنقي لهذا الشيء ليك كيما قلت لك، اذا كان غش ليك واذا كان نقاو الدعوه شابه وكاع تاني ليك، خاطئ ارضاء الناس. الواحد ينقي وصاي، تاني راه عندك شومبرتك راكي تنقيها ليك انت ماشي للناس. دونك كل وحده فينا لك نقت وسيقت وكاع، ما تسناش الناس باش يصفقوا عليها وباش يقعدوا يهضروا غير عليها. نقيتي غسلتي نفضتي، راكي عايشه في النقا وتتمشي في النقا، وشكون كيفك وما احلى النقا ولو كان يبقى. هذا هو المفهوم خواتاتي، ماشي من بعد غير داك الحال وتندمي لي نقيتي صاي طفرت، نقيتي ونفضتي وفات الحال، خليها سيدي على الاقل في سبيل الله بعد تدي عليها الاجر، هذه هي خير ملي تندمي.
المهم انا هنايا شوفوا كملت صوالحي، كملت هذيك السيتيرنا، نقيتها. شوفوا كي نقيتها عجبتني والله، لا عجبتني، كانت مغبره بزاف. انا تاني ما وريتكمش كلش، حتى هذيك الكوشه نقيتها، غسلت تاني البلاوات وكاع. يعني الصراحه ما صورت لكمش كلش، هكا لهيت في الخدمه وكاع، مع لي التصوير يجي صعيب شويه في الصوالح اللي كيما هادو، حنا نبغوا نخدموا يلا يلا ونرفدوا. معليش على خاطركم نشارك معكم هاد اللقطات التحفيزيه، ورانا مقصرين معليش. هنايا شوفوا كي كملت من الحوش نقيته، الصراحه عييت، حتى لذاك الوقت عييت، عرفت روحي بلي كثرت على روحي. وليت الكوزينه غسلت المواعين، كنت عاد ما غسلتش المواعين تاع القهوه. ميم تاني الفطور، شوفوا حنا فطرنا وكاين اللي ما فطرش حتى مع 3 ولا قعدوا هذوك المواعين غسلتهم كاع ضربه واحده، نقيتهم وجا وقت الحشا. وكيما الحشا عجزت عليه خواتاتي، ما نكذبش عليكم، كنت دايره باش ندير حاجه، لقيت روحي كاع دايره حاجه واحده اخرى ساهله ماهله كاع نديروها كي يكون عندنا الميناج. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. وهنا يا خواتاتي صاي كملت من هادوك المواعين، نقيت البوطاجي، نقيت البلاك شوفونت، هكا كيما قلت لكم باش ندير هذا الحشا الساهل الماهل. درت الحامي، يعني راني عاد كي درتها مانيش بزاف ملي درته، بصح عاود درتها ما نكذبش عليكم، ما قديتش هكا نوقف ولا كاش ما نقلي ولا ما قديتش. ميم تاني عزوجتي قالت لي غديري الحامي وصاي. شرينا الخبز باينه هكا مع الحامي اللي قنشروه من برا. وانا خواتاتي درت الحامي تاع البيض، هذاك اللي يجي فيه حبه بيضه. قلت انايا نشارك معكم هذه الطريقه. هذا الحامي حنا كنا موالفين نديرو في دارنا، دائما الام تاعي دير حبه بيض في الحامي، وانا هنايا كنت موالفه يعني نشارك معكم هذيك الطريقه تاع الحامي اللي نخلطوه كيما هكا بالباسينات وكاع. هذا ما تخلطيه لا بباسينه لا والو، دوك تشوفوا كي غادي ندير له. المهم هنا كانت عندي هاد الساشي تاع الحامي تاع رطل، انا غادي ندير قد نص رطل. شوله زيت غير شويه برك باش تزيدني شويه في الكميه تاع الحامي، خاطر ما كناش رواحنا. هايا وهنايا دائما باش نقسم الساشي تاع الحامي تاع رطل، نفرخها كيما هكا في غرفيات، وندير غير وحده منهم والاخرى ندسها، خاطر حنا نديرو غير قد نص رطل. هايله انا شوفوا بغيت نقول لكم اللي عندهم هذه القواطه تاع اللي يديروا فيهم الملح، ولا انا مثلا هذا دايره فيه واحد الملح وواحد الخماره، درت فيه ساشيه من الداخل، خاطر من التحت قعدت تشتت لي هذاك الملح والخماره، على بها درت الساشي. المهم انا هنايا زدت الملح ودرت شويه تاع الكمون. انا اول مره شوفوا ندير الكمون ديريكت في الحامي، موالفه نديرها غير من الفوق. قلت انايا نجربه كيما هكا، خاطر شحال من خطره نشوف هكا يديروا هذه الطريقه. وهنايا العبار تاع الحامي، شوفوا في نص رطال تاع الحامي ديروا يطرون تاع الماء، في رطال تاع الحامي ديروا 2 يطرو. هايا انا نكيل بهذاك الغراف، هذاك الغراف يرفد لي نص يطرو، دونك ندير 2. وانايا زدت شويه خاطر كنت زدت شويه برك من الحامي. نتوما ما ديروش على ديك شويه اللي زدتها، العباره راني قلتها لكم نيشان. شوفوا الاولى خلطت وبلعت عليه، خليته واحد 10 دقائق ينتفخ مليح، هي تقدروا تخلوه نص ساعه حتى ساعه ينتفخ هذاك الحامي. عاود تاني وليت حليت عليه ونبقى غير نخلط حتى اللي يدير هذيك الرغوه من الفوق، تخلطوا مليح مليح. هي شوفوا في الحامي باش يجي بنين هكا يجي شباب وكاع، تحكموا لها العبار نيشان وتخلطوه مليح. ومن بعد هنايا زدت الزيت، شوفوا انا في نص يطرون تاع عفوا في نص رطل نتاع الحامي تلفت لي، في نص رطل نتاع الحامي نكيل بهاد السقايه، هاد السقايه نعمرها زيت. من بعد درت حبه تاع البيض، ثاني دير حبه تاع البيض ديريها غير كيما هكا في السقايه، ولا بلا عليك ما توسخي المواعين وكاع، غير في هذيك السقايه درت هذيك الحبه تاع البيض، خلطتها، ما ديروهاش ضربه واحده، خلطوها قبل عاده وزيدوها في الحامي كيما هاك. واللي ثاني نخلط مليح مليح، ليسونسيال تخلطوا مليح كيما قلت لكم حتى اللي تخلوا هذيك الرغوه من الفوق. من بعد جبت هذا البلا، شوفوا انا هذا البلا صغير خالته غير للحامي، سبيسيال غير للحامي، هذا واحد الخطره والله مانيش عارفه كاع شا طيبنا فيه من التحت كاع كحال، عيينا نحكوا فيه، عيينا كي نديروا له وما بغاش كاع يصفى. دونك انايا نقيته مليح من الداخل، ميم ثاني من برا نقيه وخليته غير للحامي. هاي المهم هنايا دهنت هذاك البلا بالزيت، واللي تاني عاود خلطت مليح مليح هذاك الحامي، اكدوا لي غير هذيك الرغوه هكا باش دير هذيك القشره من الفوق ودخلته يطيب. هي في الاولى تزيدوا له النار من الفوق ومن التحت، تخلوه يغلي واحد 10 دقائق ربع ساعه،
ومن بعد تنقصوا عليه النار من التحت، تنقصوا لها غايه من التحت وتنقصوها ثاني شويه من الفوق وتخلوه يطيب واحد 20 دقيقه هكاك. ليسونسيال نقصوا النار باش ما ينحرقش. وهذا هو الحامي تاعي من بعد ما طاب. هيا ما تقولوليش كتلتينا غير بالحامي هادو الايام، والله يسمحوا لي خواتاتي كنت عيانه. المهم درتها لكم بهذه الطريقه، ثاني طريقه شابه، ويجي هذا الحامي يجي بنين، يجي ما شاء الله. المهم راكم تشوفوا يعني من الفوق كيفاش يتحمر هكا. كي ديروا فيه ديك الحبه تاع البيض تمد له بنه يجي بنين، وزيد ثاني يتحمر غايه من الفوق. وهذيك الرغوه دير لنا هذه القشره الفوقانيه تاع الحامي هايا. والحامي كيما نعرفوا تحطوه حامي، لازم يكون حامي، ما تحطوهش بارد. هنا شوفوا نقسم لكم هكا باش تشوفوا كيفاش يجي، ما يجيش قاصح، ما يجيش شاد روحها بزاف، وما يجيش كيما نقولوا حنايا جاري بزاف. انا ما نبغيش هذاك الحامي اللي يجي جاري بزاف، نبغيه بهذا القوام. هذه هي. هو الحامي اصلا يشد روحها من بعد كي يبرد، على بها قلت لكم نحطوه حامي. ايوا كيما هكا ساندويتشات بالحامي هكا. اللي بغيتو ديروا الهريسه ديروا، انا ما درتش الهريسه، درت غير الكمون وقرعه تاع ليموناد وقرعه تاع الجو، وراكو تعشيتوا ولا راكو فطرتوا. هذه هي، والحمد لله يا رب العالمين، ربي يدومها نعمه. وهنا حبيبتي رانا وصلنا لنهايه الفيديو اللي ان شاء الله يكون عجبكم. واذا عجبكم البنات ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجوا الفيديو. نقول لكم حبيباتي تهلاو في رواحكم، ونتلاقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.